مؤلف جديد للمدرب والأكاديمي الرياضي الدكتور كاظم الربيعي يرى النور بعد عامين من العمل على إنجازه، لكي يكون إضافة حقيقية يثري بها المكتبة العراقية والعربية في مجال علم التدريب، سيما وإنه استخدم أسلوب السهل الممتنع في تقديم مؤلفه الذي يحاكي التكتيك الكروي الحديث. هذا الكتاب يعني فشيء طباعة متميزة كانت للمدربين العراقيين. محتوى هذا المؤلف من معلومات ممتازة على مستوى التكتيكي، خصوصا من الجانب النظري والجانب العملي، فهو مفيد لكل الفئات العمرية. الحفل لم يقتصر على تقديم كتاب الربيعي فقط، بل تضمن تكريم المدربين الحاصلين مؤخرا على شهادة أي التدريبية، فضلا عن تكريم المدرب قحطان شثير لتحقيقه لقب بطولة غرب آسيا للناشئين بكرة القدم. هذا نشاط رابطة المدربين دعما للعلم الرياضي، ممثلا بتوقيع كتاب الدكتور كاظم الربيعي مدخل للتكتيك الحديث بكرة القدم، وكذلك تكريما للإنجاز المدرب العراقي الكابتن قحطان شثير وملاك المساعد اللي حققوا بطولة غرب آسيا، وكذلك للمدربين المشتركين في بطولة A. ويرى متخصصون أن كرة القدم علم يتطور باستمرار، لذا أصبح ضروريا مواكبة هذا التطور عبر تقديم المعلومة النافعة للمدربين الشباب من خلال هكذا مؤلفات. علم كرة القدم متطور، والعاملين به بحاجة باستمرار لأي مادة علمية تزيد من قدراتهم وتطور عملهم. لذلك أرى أي مؤلف، ومثل ما شفنا كتاب الدكتور كاظم الربيعي الجديد في التكتيك في كرة القدم، هو مسعى نافع ومفيد في هذا الاتجاه. وسط غياب تام لأعضاء اتحاد الكرة ورؤساء الهيئات الإدارية لأندية الدوري الممتاز، تحتفي رابطة المدربين بأحد رموزها الكروية، وهو يطلق مؤلفه الجديد تحت عنوان مدخل للتكتيك الحديث بكرة القدم. من بغداد، محمد الخفاجي، المدى.